لما ربنا يبص في قلبك يلاقي رضا، ويلاقي انك حمد وشكر في كل الاحوال. يعني ربنا دايما مستحوذ على تفكيرك كده، فساعتها ربنا بيرقيك ويعليك، وحتى النعمة اللي راحت منك دي بيرجعها لك احسن مما كانت عليه. يعني ربنا بيقول يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم، يعني اللي خده منك ده هيديهولك تاني وهيغفر لك كمان. ربنا لما بيجيب لك بلاء فهو بيختبرك عشان بيحبك. لو مفيش اختبارات بتحصل من ربنا عليك اقلق. هو ازاي انا ما بيحصليش اختبارات في الحاجة اللي انا بحبها؟ هو كده ربنا، كده ربنا يجي يختبرك في الحاجه اللي انت بتحبها. ليه؟ اصل مش معقول حد يجي يختبرك في حاجه انت ما بتحبهاش او مش في دماغك. مستحيل. ربنا هيجي دايما يديك الاختبار في الحاجه اللي انت بتحبها وقلبك متعلق بيها، وياخدها منك ويشوفك راضي ولا ساخط، وعمال تشتكي لطوب الارض ان انا حصل معايا كذا وكذا وكذا. خليك ذكي في التعامل مع ربنا، لان ربنا كبير قوي قوي قوي، فوق ما تتخيل وفوق ما تتوقع. لما الابتلاء يجي لك، فاعرف انك مميز عند ربنا. اعرف انك غالي عنده قوي، لانه مش بيبتلي الا اللي بيحبهم وما بيختبرش الا اللي بيحبهم. فلما يجي لك الاختبار او البلاء، يعني قول له اهلا وسهلا، لان انت فاهم ان ربنا بيبتليك في الحاجه اللي انت بتحبها. فالحمد لله على كل حاجه بيجيبها ربنا، لان ربنا ما بيجيبش الا الخير ليك فقط. فده ربنا يعني. التعامل مع ربنا محتاج انسان راقي، محتاج انسان فاهم قوانين ربنا عاملة ازاي. ان ربنا لما بيسحب منك نعمة هو اداها لك ومتعك بيها كتير، فهو مش بيسحبها انتقاما منك. ربنا بس بيختبرك، وما تنساش ان الدنيا دي كلها دار اختبار ودار ابتلاء.